لا تزال القوات الحكومية التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية التي يرأسها فايز السراج تخوض معارك ضارية ضد ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في إطار المعركة ضد التنظيم في مرحلتها الثانية التي تواصلت قبل يومين منطلقة من منطقة لبويرة بين مصراتة وسرت معقل تنظيم الدولة. المعارك تدور اليوم جنوب منطقة البغلة، حيث لقي 30 عنصرا من الدواعش مصرعهم في غارة جوية لسلاح الجو التابع لغرفة عمليات البنيان المرصوص. وقد أحرزت هذه القوات تقدما كبيرا وسيطرت على بوابة 50 غرب مدينة سرت في اتجاه منطقة جارف. كما تمكنت القوات الحكومية من تفجير 4 سيارات مفخخة للتنظيم. وفيما تفيد مصادر إعلامية بتقدم قوات المجلس الرئاسي نحو معقل داعش ودخولها الحدود الإدارية للسرتة التي تبدو كمدينة أشباح خالية من جميع مظاهر الحياة، ذكرت صحيفة ذا تايمز البريطانية عن قائد عسكري ليبي أن قوات خاصة بريطانية دمرت سيارتين مفخختين في وقت سابق، فيما وصفه بأول مشاركة مباشرة لها للقتال ضد تنظيم الدولة، وهو ما أحجمت وزارة الدفاع البريطانية عن التعليق عليها. يذكر أن وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني مهدي البرغثي كان قد اجتمع برئيس لجنة الترتيبات الأمنية عبد الرحمن الطويل وممثل المستشار الخاص للشؤون الأمنية التابع للأمم المتحدة باولو سيرا، وتناول المجتمعون المستجدات الأمنية وسبل مواجهتها.